في إطار محاربة الجريمة الحضارية بمختلف أشكالها، خاصة ظاهرة ترويج المؤثرات العقلية، وعلى إثر معلومات واردة إلى فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى مقر إقامته بأحد الأحياء الشعبية. بعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيف المشتبه فيه وتفتيش مسكنه، أين أسفرت العملية عن ضبط وحجز 1080 كبسولة من دواء بريغابالين، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقدر ب 86 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم، ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية حيازة وتخزين مؤثرات عقلية لغرض البيع، سيتم تقديمه أمام العدالة.